صباح الخير عليكم بنات، كيف لاباس؟ كيف مع الصحة؟ الامور هانيه كيفكم؟ اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الحلو ديال البهله والطريقه سهله وزوينه وغتعجبكم بزاف. وخليكم معايا باش تشوفوا المقادير، يعني غير من التصوير كتبان لكم الشكل ديالها زوين. وان شاء الله المقادير كلها عندكم في الدار، ما تحتاجش لكم بزاف، والمقادير يعني ما غاليينش نهائيا. وهي ماشي مقادير كلها كاينه في الدار، ولكن غير حاجه وحده اللي كاينه برا. هنا خديت تقريبا 120 غرام ديال الزبده العاديه البنات، ماشي مارغرين. الا بغيتو اي حلوه تصدق ليكم وتجيكم زوينه، نصيحه من عندي ديروا غير هاد الزبده العاديه ديال العبار. انا عارفه هي غاليه شويه، ولكن الحلوه كتجي بنينه وما تشبعش منها صراحه. هنا درت كاس مع مرش ديال السكر سنيده، انا كيعجبني السكر سنيده في الحلوه. وانتم الا بغيتو ديروا السكر ثقيل تقدروا ديروا، ولكن انا ما صراحه ما كيعجبنيش. كاينين شي حلاوي فيهم سكر صغير ولكن كتعجبنيش، كيعجبني الاكثريه ديما كندير يعني السنيده. صافي كيف ما كتشوفوا هنا غادي نحرك هادشي كامل حتى تذوب ليا الزبده وتجانس ليا مع السكر سنيده كيف ما كتشوفوا. ومن بعد بالنسبه للمقادير راه ساهلين. انا غادي نضيف الزيت ما غاديش نديرو عامر، يعني كاس لاروب تقريبا. هاد الكاس راه واخا تشوفوه كبير ولكن ما كبيرش، هو راه ديال العنبه. صافي غادي نخلط، وفي نفس الوقت انا كنخلط بيدي، كنخوي وكنخلط بيدي غير باش ديك الزبده تذوب ليا شويه وتطلق. الغلط الوحيد اللي درت في الزبده هو انني ما خليتهاش حتى ذابت بزاف، يعني جيتو مع كنت مزروبه جيتو وخلطتها، يعني ما عطيتهاش واحد الوقت ديالها. ومع ذلك واخا هكاك حاولت مزيان باش تطلق باش تذوب. كيف ما كتشوفوا هنا انا درت كاس ديال اللوز وكاس ديال الزنجلان بعد ما حمرتهم وطحنتهم، خليتهم شويه ما لينتهمش بزاف، غير شويه باش تبقى لي داك التقرميشه وصافي في الحلوه. صافي وانا غادي ندير تقريبا واحد راس معلقه ديال القرفه مطحونه، انا تقريبا شويه ماشي بزاف، غير باش تعطينا ديك النكهه وتعطينا ديك المذاق الزوين، حتى هي كتجي زوينه الصراحه في الحلوه. صافي كيف ما كتشوفوا هنا انا كنخلط كل شيء باش يتجانس الخليط ما بين اللوز والزنجلان. صافي وصراحه راه كتجي المذاق ما نقولش لكم صراحه. انا كيف درتها في نهار واحد صدقات، يعني يعني كليناها في نهار واحد، ما بقاتش حتى الغدا، ما باتتش ما نعساتش عندي، كليناها في بلاصه واحده. ولكن يا البنات طريق، ولكن صراحه كتجي واعره. انا عارفه كاع البنات كيعرفوا يصايبوا البهله وكاع البنات كيعرفوا يصايبوا الحلوه، ولكن غير جربوها على حسابي. الطريقه اللي درت راه كتجي بنينه وما تشبعوش منها. صافي هنا درت الدقيق بعد ما غربلته. بالنسبه للدقيق يا البنات عينكم ميزانكم، يعني العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش ثاني خفيفه. صافي من بعد غادي نضيف ساشي ديال الخماره، وخليكم معايا المراحل كلها وغتشوفوا كل شيء يعني خطوه بخطوه.